السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. احتفالات أعياد الاستقلال تستمر حتى 25 من مايو في الإقليم الجنوبي. تنظيم سيمينارات ضمن احتفالات أعياد الاستقلال بإقليم شمال البحر الأحمر. افتتاح مهرجان الكليات 12 في ماي نفحي. اتفاقيات بين أمريكا وقطر تحقق تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 مليار. عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف برنامجها الصاروخي. أستونيا تفشل في احتجاز سفينة روسية في بحر البلطيق. إلى التفاصيل. تستمر احتفالات أعياد الاستقلال 34 جارية تحت شعار خطة نادرة عن المنع تستمر حتى 25 من مايو في مديريات وضواحي الإقليم الجنوبي. وقال سكرتير لجنة المهرجانات الإقليمية سيد قرماي قبر لوكالة الأنباء الإريترية أن البرامج تشمل عروض الشوارع والأفلام الثورية الوثائقية ومسابقة الشعر بين 12 مديرية ومسابقة المعلومات العامة والرسم والعروض الثقافية التي تقدمها الفرق الفنية الثقافية لقوات الدفاع والأنشطة الثقافية للأطفال والطلاب. بالإضافة إلى ذلك سيتم تنظيم برنامج مشترك للعدو ونصف الماراثون في مدينة دكمحرة، وسيتم تنظيم معرض فني في الشوارع الرئيسية لمدينة منرفرة. ومن المقرر أن يقام الاحتفال الرسمي في ملعب منرفرة يوم 22 من مايو الجاري بمشاركة 250 شابا وشابة. وأضاف أنه سيتم أيضا تقديم سيرك وعروض أخرى لأعضاء السيرك المدربين في الصين. وفي الختام قال السيد قرماي أن البرامج المنظمة في الفترة من 23 وحتى 25 تشمل الحفلات الشعبية والأنشطة الرياضية والبرامج الثقافية وغيرها، وتقام في مديريات الإقليم 12. نظمت سيمينارات من 11 وحتى 13 من مايو الجاري ضمن احتفالات أعياد الاستقلال 34 للطلاب ومنتسبي قوات الدفاع الإريترية في مصوع ركزت على تاريخ تصدي الشعب الإريتري في مختلف المراحل وانتهاكات الأنظمة المستعمرة. وأوضح عضو من المكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد سومون ولميكيل في أن الشعب الإريتري عاش معاناة في القرن الماضي عامة وخاصة في فترة منتصف الستينات وحتى أواخر السبعينات. واجه الشعب الإريتري مجازر وحملات إبادة جماعية تبعتها منهجا شنيعا تحت شعار نريد إريتريا وليس شعبها. وأشار إلى ضرورة تصدي الواعي في إطار التحديات العالمية والتقلبات السياسية يضمن تقدم الأمة والشعوب، ذكر أن تنظيم وحدة الشعب الإريتري وثورته الواعية والشجاعة مكن البلاد من تخطي التحديات والضغوطات والسير في خطة التطور والنمو المبشر. وأكد السيد سومون أهمية المشاركة الواعية للمجتمع عامة والشباب خاصة في الحفاظ على تاريخ البلاد وتوريثه، إلى جانب عملية تنمية البلاد هي ضرورة مرحلية. واختتم سيميناراته بتذكير أن السير في خطط التنمية والتصدي لا يكفي بل يجب تعزيزه بالحفاظ على التاريخ المليء بالتضحيات والمعاناة. أفاد مسؤول خدمات المياه في إقليم عنسبة السيد زار السناي والتي تستوعب بأن مشاريع المياه التي نفذت في سنوات الاستغلال 34 مكنت من حصول 72% من السكان على مياه الشرب الصالحة. وذكر بأن المبادرات الحكومية التي منحت خدمات المياه الأولوية رفع من انتشار الخدمات ونوعيتها باستخدام الطاقة الكهربائية والطرمبات والطاقة الشمسية والدفع اليدوي، حيث تم إرساء 188 لتستفيد منها 210 قرية من أصل 292 قرية. وأشار إلى أن البرامج تشمل حماية التربة وحفظ المياه وبناء السدود والخزانات والحفائر وإدخال الطاقة المتجددة وإدارة المياه. وقال أن المهام الرئيسية هي توزيع المياه بشكل عادل ومتوازن، موضحا بأن انخفاض المياه الجوفية وملوحة محتوى المياه وضعف الإدارة بالإضافة إلى عدم تجميع القرى من التحديات الأساسية.
وأوضح أن البرامج المستقبلية تشمل إكمال مشاريع مياه حشلة ومعدلة، قيد الإنشاء وتجديد مشاريع مياه غربت وأوروتا وغيرها. افتتح اليوم 15 من مايو مهرجانات الكليات 12 تحت شعار مهنتنا لمجتمعنا في كلية العلوم بماي نفحي. سيتضمن المهرجان الذي يستمر حتى 18 من مايو عروض فنية وثقافية تجسد الترابط والتناغم الاجتماعي للشعب الإريتري، ومنافسات علمية وسيمينارات ومنتديات والابتكار والتصنيع، إلى جانب المنافسات للألعاب الرياضية التقليدية والحديثة. وأشارت مسؤولة الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي السيدة منصورة إسماعيل في مراسم الافتتاح التي حضرها وزراء وكبار المسؤولية الحكومة والجبهة، إلى أن الهدف الرئيسي من المهرجان الكليات هو تعزيز قدرات الطلاب الابتكارية والفكر الموجه لدى الشباب، وخلق بيئة تبادل الأفكار والخبرات، بالإضافة إلى تقوية وحدتهم بروح المنافسة البناءة. وأضافت السيدة منصورة أن مهرجان الكليات هذا العام يشارك فيه نحو 900 طالب، ومشرف موصية الجهات المعنية لدعم فعاليات المهرجان مستقبلا نظرا إلى أهميته. وذكر عميد كلية ماي نفحي للعلوم البروفيسور جبرايوس قدوم أن المهرجان يعتبر منصة تتيح للطلاب مجال للتعرف على قدراتهم وهواياتهم الرياضية والثقافية لجانب مؤهلاتهم الأكاديمية. شهدت مراسم عروض فنية وثقافية تبرز أهمية الفعاليات. أجريت عمليات جراحية قلبية ناجحة في مستشفى أوروتا الوطني المرجعي ل 25 طفلا قادمون من مختلف مناطق البلاد، بعد تعاون مع أخصائيين إريتريين وإيطاليين خلال 10 أيام بدءا من 3 من مايو الجاري. وقالت طبيبة أمراض القلب لدى الأطفال البروفيسور سجردا جبريهوة أن جراحة القلب عند الأطفال تنقسم إلى فئتين، مشيرة إلى أن مرض اللوز ينشأ مع الأطفال ويتسبب في أمراض قلبية بعد 6 سنوات، داعية أولياء الأمور متابعة أبنائهم جيدا. وشهر جراحا القلب للأطفال الإيطاليان البروفيسور برونو والدكتور جويدي اللذان يزوران إريتريا منذ العام 2004 بمبادرة الأطباء الإريتريين واستعدادهم وتفانيهم. وقال الدكتور يوسف تولي والدكتور بينا أبرهان اللذان شاركا في العمليات الجراحية إن العمليات تجرى لطفلين أو 3 أطفال يوميا حسب الساعات التي تستغرقها. وأضاف أن البرنامج سيساعد أيضا في تبادل الخبرات بين الخبراء الإريتريين والإيطاليين. وقال المدير التنفيذي لمستشفى أوروتا سيد تولي يوهانس أن الأطفال القادمين من مختلف أنحاء البلاد يتم إنقاذهم من خلال جراحة القلب للأطفال التي تجرى مرتين في السنة بالتعاون مع خبراء إيطاليين وإريتريين. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر أسبوع تنظيمات الشبابية في الفترة من 3 وحتى 11 من مايو على مستوى المديريات. تضمن الأسبوع الشبابي المنظم في أفعبت وقلعلو والشعب عروض تعكس أنشطة الشباب والطلاب في تقوية التطوير والتنظيم. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد في المديريات أن جهود ناجحة تبذل لتقوية تنظيم الشباب. وقال مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر السيد سليمان يوسف أن خلق الأرضية للشباب لاكتساب المعرفة والمهن والارتقاء بوعيهم السياسي مهمة آنية، داعيا لتعزيز دور الجهات الأخرى. وأكد مدراء المديريات على القيام بالمساهمة النشطة لإنجاح برامج الاتحاد. وفي الختام قدمت الجوائز للفائزين في مختلف المسابقات المنظمة. أجريت حملة توعية في 13 من مايو الجاري لمكافحة الإصابة بمرض الملاريا الذي تزايد بنسبة الإصابة منذ العام 2021 في مديرية دواروا. وذكر مسؤول الخدمات الصحية بالمديرية سيراك دباس أن نسبة الإصابة بالملاريا في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 شهدت ارتفاعا بنسبة 35%، مشيرا إلى أن أهم الأسباب هي التهاون في اتباع إجراءات الوقاية وعدم الحفاظ على نظافة البيئة وعدم استعمال الناموسيات. وحث الإدارات لتعزيز دورها في هذا الصدد بتأكيد أنه تم توزيع أكثر من 40,000 ناموسية في العام 2024 الماضي.
وأفاد مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد أبراهام يوسف أنه سيتم توسيع أنشطة نظافة البيئة والضواحي بشكل واسع. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن البيت الأبيض في بيان أن الاتفاقيات التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ستحقق تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل. وأضاف البيان أن الاتفاقيات تشمل صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ من طراز 787 إكس و 777 إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك. وتتضمن أيضا بيان أن النوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري. ووقعت الاتفاقيات خلال زيارة رسمية لترامب إلى قطر، وشملت قطاعات متنوعة من الطيران والطاقة إلى الدفاع والتكنولوجيا الكيماوية. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. استعدادات واسعة لاحتفالات الاستقلال في الإقليم الجنوبي. تنظيم سيمينارات ضمن احتفالات أعياد الاستقلال. افتتاح مهرجان الكليات 12 في ماي نفحي. اتفاقيات بين أمريكا وقطر تحقق تبادل اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون. عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف برنامجها الصاروخي. أستونيا تفشل في احتجاز سفينة الروسية في بحر البلطيق. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.